بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حضرات السيدات والسادة. بداية يشرفني أن أبلغكم بأن من صاحب الجلال حفظه الله الفضل رضا سيدنا المنصور بالله على ساكنة هذه المنطقة ورعايته دائما لها، الرعاية التي يجسدها جلالته من خلال زيارته الميمونة سنويا إلى هذه المناطق، والتي كما هو معهود تتوج دائما بما مشاريع تعود بالخير العميم على ساكنة المنطقة. كذلك أذكر أن هذه المشاريع أخذت منعطفا جديدا في هذه العشر سنوات الأخيرة من خلال مشاريع مهيكلة، مشاريع كبرى شنها جلالته في هذه المنطقة من أجل تأهيلها وجعلها كذلك خطوة للتنمية. حضرات السيدات والسادة، هذه الأوراش كلها نتمنى أن تتكاثر وأن تتزايد حتى نبلغ الأهداف المتوخاة التي ينشدها جلالته لهذه المنطقة وكذلك التي يتوخاها المسؤولون. في زيارة هذه رفقة هذا الوفد التي تأتي بأمر من جلالة الملك بعد هذه الهزات الأرضية التي عرفتها المنطقة، والحمد لله أنها لم تخلف في هذا الإقليم لا خسائر مادية ولا خسائر بشرية، والحمد لله. أشكر الله على ألطافه. منذ أول وهلة، منذ أن وصل إلى علم سيدنا المنصور بالله، أصدر تعليماته لجميع المصالح اتخاذ التدابير الفورية لمواجهة أي وضع كان، وكذلك اتخاذ إجراءات استباقية تحسبا لأي تطور قد يقع في المستقبل لا قدر الله. في زيارتنا هذه وتنفيذا للتعليمات المولوية السامية نود معكم الوقوف عن كثب على الوضعية وكذلك مواكبة ساكنة هذه المنطقة والنظر في أي حاجيات مستعجلة لساكنة المنطقة. إننا إذ نعبر عن إيماننا العميق بقضاء الله وقدره، فإننا نود أن نطمئن السادة المسؤولين هنا ومصالح أمنية وفاعلين جمعويين بأن الدولة واعية كل الوعي بحجم المشاكل التي قد تشكلها مثل هذه الظواهر الطبيعية، وأننا مجندون في مواجهتها بجميع الوسائل المتاحة لنا. الوسائل كما جاء في تدخل السيد العامل والسيد المفتش والسيد المسؤول الوقاية المدنية تم تجنيدها، وأود هنا أن أؤكد أنه منذ سنة 2004 بعد الزلزال الذي أصاب المنطقة فتم تطوير وسائلنا تطويرا كبيرا، تم تجنيد وسائل مادية لشراء المعدات القمينة بمواجهة أي طارئ لا قدر الله. المصالح وخاصة وزارة الداخلية قامت بتعبئة إمكانات هامة مرتبطة أساسا بمواجهة ظاهرة الزلازل، لا سيما من حيث موارده البشرية المتخصصة سواء على المستوى الوطني أو الجهوي، وكذلك وسائل تقنية متطورة خاصة بآلية الإنقاذ والتدخل السريع للحد من أي آثار سلبية مختلفة. لقد تم الأخذ بعين الاعتبار
جميع الحاجيات التي كان من الممكن أن تحتاجها الساكنة أو المسؤولون، وتم تجنيدها وإمكانية إرسالها بسرعة كبيرة لهذه المناطق. جميع المصالح الحكومية خاصة تلك التي لها اتصال مباشر بالساكنة، خاصة وزارة الصحة التي يمثلها الكاتب العام لوزارة الصحة في هذا الوفد، اتخذت جميع الإجراءات لمواجهة وتقديم الإسعافات لا قدر الله للجرحى المتضررين. فالحسيمة تم تقديم الإسعافات ل 15 ديال الناس اللي تصابوا، لا الحمد لله، ولم تكن هناك أي وفاة الحمد لله. فهذا ربي حفظنا. كذلك الوزارات التقنية حتى هي كذلك قامت بتجديد مصالحها وتجهيزاتها حتى تكون ذاك المجندة بريت أجير إيميدياتوم. اللي كنتمناو أنه جميع المصالح، السلطات الترابية، مصالح أمنية، المنتخبين، هنا نؤكد على دور المنتخبين لمواصلة تعبئة جميع الإمكانات المتاحة لمواجهة أي طارئ. أؤكد كذلك على التنسيق المحكم الذي يجب أن يكون بين جميع المصالح. أن مثل هذه الأحداث والتجربة التي راكمناها منذ سنة 2004 جعلنا الحمد لله أننا قادرون على مواجهة الوضعية إلى أحداث شي حاجة لا قدر الله. فعليه كذلك أننا هنا من أجل طمأنة الجميع الساكنة كذلك على أن الدولة في مجند جميع الوسائل ديالها لمواجهة أي طارئ سواء كان مادي أو أي شيء آخر. أننا كذلك نؤكد على الدور الذي يلعبه المنتخب في إخبار الساكنة بما جندته الدولة من وسائل وما اتخذته من إجراءات. إنه يمكن كما تم مؤاخذتنا عليه في الحسيمة أنه لم نقم بعملية إخبارية منظمة للساكنة. كاينين اللي طلبوا منا أننا على رأس كل ساعة كان خاصنا نديروا نشرة إخبارية ولا هذا الشيء. فعلا أننا خاصنا نطوروا من الإخبار ومن النشرات ديالنا. المصالح التقنيه كذلك اللي عندها تتعبر الهزات ودير هذاك الشيء كلها خاصها تكون تطور وتعطي الاخبار للساكنه حتى تطمئنها اشنو واقع، اشنو هو اللي وقع، اشنو اللي جرى، اشنو هي الاثار ديال هذه الحادثه ولا هذاك الشيء، حتى تكون واعيه هي وتساند المصالح المعنيه. اللي في الاخير اود ان اؤكد لكم اننا مجندون دائما جميع المنتخبين، اطر اداريه، مصالح امنيه لحمايه السكان، الحفاظ على ممتلكاتهم، وكذلك مواجهه اي اثار ان شاء الله.